المشكلة مش في ابنك، المشكلة فيكي انت. ليه كل محاولاتك لتغيير سلوك ابنك فشلت؟ معظم مشاكل المراهقين بتتحل لما احنا نبدأ نغير طريقتنا بنسبة على الأقل 80%. لما بنحاول نغيرهم بالعافية أو بالصوت العالي العند بيزيد والتواصل بيقل. طب ايه الحل؟ نبدأ بنفسنا. بدل ما يكون دايما الكلام بأوامر أو نقد، حاولي تسمعيه بتركيز واهتمام. قوليله أنا شايفة إنك متضايق، تحب تيجي تحكيلي؟ بكده أنا بفتح باب حوار بدل ما بقفله. تاني حاجة، قللي التوتر اللي بينكم. كل ما هتكوني أهدى كل ما هو أو هي هيتعلموا يكونوا هما كمان هادين. لازم تعملي لنفسك وقت ترتاحي فيه في اليوم، حتى لو 10 دقايق، عشان تعرفي تتعاملي معاه من غير انفجار. وتالت حاجة، اعرفي إن التغيير بياخد وقت. مفيش حاجة بتتغير في يوم وليلة، لازم ناخد وقتنا ولازم تكوني صبورة. لما هو يشوف ان انت بتحاولي تتغيري وبتحاولي تفهميه، ده في حد ذاته هيأثر عليه ويدفعه ان هو نفسه يحاول يتغير. ابنك عمره ما هيتغير لما تفضلي تصرخي له وتزعقي له طول الوقت، لكن ممكن فعلا يتغير لما يحس انك بجد بتحبيه من غير شروط وبتحاولي تفهميه. ابدأي بنفسك وشوفي التغيير اللي هيحصل.